رمضان كريم ومليان تجمعات وعزومات. هقول لكم على المشكله اللي بتواجهني لما بعمل عزومه، هي اني بعمل تقريبا كل الاصناف وبنسى احلى واهم حاجه وهي السلطه. فقررت اخلي الدنيا اسهل واوفر وقت الغسل والتنشيف والتجهيز وتقطيع الخضار، واللي بينقذني كل سنه في الموضوع ده جرين هاوس. وعلشان كل حد ذوقه مختلف شويه في العزومات، هتلاقوا اكتر من ميكس سلطه وكلهم حلوين. هتلاقوا مثلا خس ساده وتحطوا عليه الحاجات اللي انتوا عايزينها، او ميكس خس مع خضار مثلا ممكن تقدمه لوحده مع دريسنج، او تضيفوا عليه الفاكهه والخضار اللي انتوا بتحبوه. وتاني مشكله كانت بتواجهني اني مش بعرف اظبط الملح بتاع الدريسنج والتوابل بتاعته، علشان ما كنتش بعرف ادوق وانا صايمه. فده برضو خلاني اعتمد على دريسنج بتاعت جرين هاوس. وكده مش بس السلطه اللي بقت جاهزه، حبيت اعمل حاجه على جنب، مكرونه مثلا او بيتزا بلاقي صوصز بتاعتهم جاهزه. والحاجتين اللي فعلا حلوين قوي هم الذره والبنجر، لانهم مطبوخين بطريقه سوفيت اللي بتحافظ على الفيتامينز والمعادن بتاعتهم. كل اللي هتعملوه هتقطعوه تضيفوه على السلطه وتدخلوها في وصفات الاكل بتاعتكم. والبنجر ممكن تضيفوه لعصاير رمضان. وعلشان رمضان شهر كله خير، من الحاجات الحلوه اللي فيه اننا بنتجمع مع بعض على سفره واحده. هنعمل تحدي السلطات، اعملوا سلطات للعيله او للعزومات وابعتوا لي الصور، واكتر سلطه هتعجبكم هتاخد 2 دريسنجز هديه. واستنوا سلطه العزومات اللي جايه. كل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا.